الاهلي بيخلص في حسام عبد المجيد وش ومفيش خطوط حمراء خلاص ما بين اداره الناديين. يعني القصه بقت على المفتشه. وجلسه احمد عبد القادر مع عمرو الجنايني الخطيب خد بيها خبر، والموضوع مش هيعدي كده مرور الكرام مع عبد القادر. ماشي، مش هيعدي ولا يمر مرور الكرام مع عبد القادر. سيبك من محمد شريف، محمد شريف كده كده مش على ذمه الاهلي، ده راجل يعني حر نفسه، يقعد مع الزمالك ما يقعدش مع الزمالك، ان الاهلي ما يقدرش يعتب عليه. انما احنا بنتكلم على مين؟ احنا بنتكلم على بنتكلم على احمد عبد القادر. احمد عبد القادر فاضل في عقده سنه. الكلام عليه دلوقتي ان هو هيخش في صفقه تبادليه في زد عشان العش، لان الامور الفنيه بالنسبه له هتبقى صعبه مع الاهلي الموسم القادم. وركزوا في الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم دوت كويس. اذا كان حسين الشحات بعد كاس العالم للانديه ممكن يمشي، حسين المدير الرياضي للوصل الاماراتي رايح يتابعه هناك، ففي الغالب ممكن يمشي. وانتوا اللعيبه ديت كلها في النادي الاهلي مش هتكمل. يعني السكواد اللي يخض، السكواد اللي يجيب صداع، ده سكواد يجيب صداع. سكواد النادي الاهلي اللي عامله الخطيب يجيب صداع لاي حد، يجيب ارق. يا جماعة الخير، بطبيعة الحال هذا الكلام بالنسبة لي لا يعد كونه هراء، والله أعلم بصحته، لكن إن وجد إنسان في النادي الأهلي يفكر بهذه الطريقة إنه يستحق الضرب بالبلغ. يا إخواننا، أحمد عبد القادر لاعب كبير، بل أكبر من أشرف بن شرقي. الفريق البطل يجب أن يملك 3 لاعبين في كل مركز وعلى أعلى مستوى. يجب أن تملك لاعبا مثل تريزيجيه، ولاعبا مثل عبد القادر، وآخر مثل أشرف بن شرقي. ومن الجهة الأخرى يجب أن يكون عندك زيزو وحسين الشحات، ولاعب ثالث يتكون من 2، طاهر محمد طاهر ومحمد عبد الله. ولماذا أقول طاهر ومحمد عبد الله؟ لأن محمد عبد الله هو ناشئ قادم بقوة، أما طاهر محمد طاهر فلا يمكن الوثوق بثبات مستواه من اليوم إلى الغد. نحن لا يمكن أن ننسى الكوارث السابقة لمجرد أن الموسم الحالي يسير بشكل جيد. لا مجال لأن يرحل أحد. لدينا بطولات كثيرة قادمة، ولن ننسحب منها كما حدث من قبل. ماذا لو تعرض أحدهم لإصابة خطيرة في مركزه؟ وماذا لو أصيب لاعب آخر في المركز ذاته؟ يجب أن يكون لديك بدائل قادرة على التدوير والمشاركة في كل مباراة. أما عبد القادر فإن كان أحدهم يجلس معه ويحاول أن يؤثر على تفكيره، فيجب أن تجلسوا معه وتجبروا خاطره وتزيدوا راتبه مثل أي محترف حقيقي. كفوا عن هذا العبث يا أبناء العباقرة، لقد أرهقتمونا نفسيا. كل من خرج من الأهلي سابقا كان أفضل ممن بقي، وكانوا يصنعون لك قيمة ويحصدون البطولات. أما بعد خروجهم فقد أصبحت مكشوفا أمام من يستحق ومن لا يستحق. نفس الكلام ينطبق على كهربا ومحمد شريف، ولكن عبد القادر وحمزة علاء أهم وأخطر. يعني تامر عبد الحميد وليزيوه هيخافوا على النادي الأهلي ومصلحته. لما اللي بيدير النادي الأهلي ولا الجمهور يفكر زي الزملكاوية يبقى باقي في الأهلي